ما تضغطيش عليها، واحده واحده ابتدي كلميها، ابتدي حببيها فيكي، ابتدي دردش معاها، هاتي لها هديه، يعني روحي لها البيت، زوريها مره واثنين وثلاثه وتألف في قلبها لحد ما تطمني تماما ان هي خلاص بقى ما شاء الله ابتدت يعني بالبلد كده تستوي تماما. تمام، على طول ابتدي بقى كلميها من باب الحب والخوف عليها والشفقه عليها، مش من باب بقى ان انا لابسه حجاب وانا بكلمك عشان انت ما انتش فاهمه قدر الحجاب وانا هعرفك قدر الحجاب ولو ما لبستيش الحجاب هيحصل. لا مش كده يا جماعه. الرحمه واللين، البسمه والرحمه، اوعوا تنسوا الشعار ده. الشعار ده يعني عايزين نعمل بيه كده تيكت ونعلقه كده على صدرنا. شعارنا البسمه والرحمه. ربنا يرزقنا اياكم البسمه والرحمه يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء. المهم شوف بقى القصه بدات ازاي بقى. الطياره ابتدت تقوم، واخدين بالكم، وابتدت هاجر تقول اذكار الركوب وافكار السفر. فمنى بتقول لها بتقول ايه يا هاجر؟ قالت لها ابدا يا حبيبتي بقول اذكار الركوب وافكار السفر. قالت لها طب معانا اتصال. انا معايا التلفزيون. السلام عليكم. علي وطي التلفزيون اللي عندك مش بتاع. اوطيه منين بقى؟ طيب خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. عليكم السلام، مع حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. معايا. الله يخليك يا رب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ممكن اقول بس كلمه؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. مين معانا؟ اهلا بحضرتك. اهلا بك. الحاجه زينب حربيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حاجه زينب. الحاجه زينب حربيه مع حضرتك. يا اهلا بيك حاجه زينب، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. نعم. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يكرمك يا رب. انا بس بقول لهم ان شاء الله كده ايه كلمتين يعني ان شاء الله الاخوات عن الحجاب. الله، ربنا يبارك فيك. اتفضلي. اتفضلي يا حاجه زينب، سامع حضرتك. اختاه ان سمعنا اختنا شيئا عجاب. نعم. قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. قالوا خياما علقت فوق الرقاب. قالوا ظلاما حالكا بين الثياب. قالوا التأخر والتخلف في الحجاب. قالوا الرشاقة والتطور في غياب. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. أختاه هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب. أختاه هذا عواء الحاقدين من الذئاب. أختاه صبرا تذوب ببحره كل الصعاب. أختاه أنت العفيفة والمصونة بالحجاب. أختاه فيك العزيمة والنزاهة والصواب. فالنار مثوى للظالمين لهم عقاب. ولك جنة المأوى وحسن الثواب. فالدنيا ساعة ويا حسن المآب. فإن شاء الله يعني ربنا بإذن الله يثبتنا ويثبت كل الأخوات المحجبات. آمين يا رب. وإن شاء الله في ميزان حسناتهم، وزي ما بنقول الدنيا ساعة. نعم. فنجعلها طاعة. نعم. ربنا يبارك فيك يا حاجة زينب. بس أنا عايزة أسألهم سؤال. اتفضلي يا حاجة زينب. هي تلك المرأة التي فازت برضا الله والجنة أم تلك التي خسرت نفسها يوم القيامة؟ نعم. أسأل بس نفسي. نعم. مين اللي هتخسر خسرانا مبينا؟ نعم. اللي إن شاء الله يعني فازت برضا الله. نعم. وأرضت الله سبحانه وتعالى، أم تلك التي خسرت نفسها يوم القيامة خسران مبين؟ نعم. لأنها مش هتقدر يعني سبحان الله مش هتقدر ترجع، مفيش رجوع. بالموت هتقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لاني انا بقول لحضرتك نعم ان فعلا البنات بسبب صديقاتهم. نعم. معظمهم يعني بيكون بسبب الصديقات وصديقات السوء. نعم. معلش في قصة صغيرة جدا بقولها لحضرتك. يعني اخت ملتزمة. نعم. وكانت يوم فرحها. نعم. وطبعا هم قاعدين صديقاتها وكانوا صديقات سوء. فصديقات السوء طبعا في هذا اليوم يوم الزفاف الاخت عايزة تقوم تصلي المغرب. نعم. فقايمة علشان تصلي المغرب ازاي بقى؟ لا المكياج وكذا رغم ان هي كانت يعني مش متبرجة. نعم. كان فرح اسلامي. نعم.
ولكن الاخت ملتزمه ومش وعايزه تقوم تصلي المغرب، وهم يقولوا لها ازاي ده يوم، حضرتك بقى عارف اليوم ده يوم كاني اغلق الكتاب في هذا اليوم. فطبعا الحمد لله يعني ان هي طبعا قدرت تتغلب عليهم. نعم. وقامت لصلاتها. نعم. وصلت المغرب. نعم. والله وهي بتصلي بعد صلاة المغرب سلمت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وماتت. ما شاء الله ما شاء وماتت. الله ما شاء الله. فيعني نحمد الله ان هي ما استمعتش الى صديقات السوء. الله الله. فسبحان الله يعني احنا بناخد بالنا من الصديقة اللي احنا ماشيين معاها. ما شاء الله ما شاء الله. إذا أنا التزمت، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. انا التزمت يبقى ان شاء الله صديقاتي. ربنا يبارك في حاجه زينا بعد الاتصال الجميل ده، ويجازيك عنا كل خير عن الكلمات الطيبه ديت، ويجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. المهم نكمل الموضوع. الطياره ابتدت تطلع، وبدات منى اللي قلنا ليه مش لابسه حجاب، وطبعا واحده تكون اسمها منى تزعل مننا يعني، بدي مثال يعني قصه كده. فمنى بدات تسحب الكتالوج او اللي بيسموه ايه اللي هو بيبقى فيه الارشادات بتاعت النجاه. ارشادات النجاه. تعمل ايه لما الطياره تقع في البحر، تعمل ايه لما الطياره مش عارف تنزل مش عارف ازاي، لما المحرك يعطل، المهم يعني ايه بيدوم شويه ارشادات كده. فبدات تاخدها وتقراها كويس جدا، وبعدين هم قايمين بقى كابتن الطياره بدا يتكلم تمام عن الارشادات، او الراجل الواحد قاعد بيتكلم بقى عن الارشادات، وان الطياره ديت من طراز كذا، واحنا بنعمل كذا ونسوي كذا، ولو حصل كذا بتعملي كذا، ولو مش عارف ايه تنزلي بتاعه التنفس، ولو حصل مش عارف ايه هتلاقي الانزلاق اللي على وهكذا. فبدات تسمع الكلام ده كله، وبعدين الطيار بدا يامرهم بايه؟ بربط احزمه المقاعد. فعلى طول قامت جايبه احزمه المقاعد ايه وراحت ربطها. هاجر بقى ايه راحت لقط الحته ديت، وده ذكاء من اي داعيه ان يلقط الحته اللي توصل لقلب اللي قدامه. فلقطت الحته قالت لها ما شاء الله يا منى، انا ملاحظه ان انت ربطت الحزام بسرعه جامده جدا، بمجرد ما سمعت الكابتن بيطلب من الركاب ربط الاحزمه، وما شاء الله وقريت الكتالوج اللي فيه ارشادات بالكامل. قالت لها طبعا. قالت لها ايه السبب؟ قالت لها السبب لان الطيار دوت هو ادرى الناس بمصلحه الركاب، فاحنا لازم نسمع كلامه وننفذ كل اللي بيقوله. قالت لها سبحان الله. على كده يا منى انت لو في يوم من الايام يعني لا قدر الله جالك اي مرض ورحت للدكتوره، والدكتوره دي وصفت لك علاج حتى لو كان العلاج ده كتير وفي اوقات صعبه جدا، هل هتستعمليه فعلا زي ما قالت لك؟ قالت لها طبعا، لان الدكتوره ادرى بمصلحتك. قالت لها سبحان الله. بقى الطيار ادرى بمصلحتك في الطياره، والدكتوره ادرى بمصلحتك، والمولى عز وجل لما امرك بالحجاب ما كانش ادرى بمصلحتك؟ طبعا في اللحظه ديت منى يعني ارتبكت وقالت لها لا طبعا عارف طبعا مصلحتي وكده. قالت لها امال سمعت كلام الطيار ليه؟ وسمعت كلام الدكتوره ليه؟ ومش عايزه تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ده ربنا ارسل لنا رسائل. القران ما هو الا رسائل جايين تذكرنا بالجنه وبالنار، وتامرنا بطاعه العزيز الغفار واتباع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ليه ما سمعتيش؟ ليه ما فتحتيش الرسائل ديت وشفتي ربنا بيامرك بيه عشان تنفذي وتقولي سمعنا واطعنا، وتشوفي ربنا بينهاك عن ايه عشان تقولي سمعنا وانتهينا؟ فقالت لها ايوه ما يعني انا عارفه كل ده، بس يعني كل حاجه بوقتها. قالت لها ماشي، بس خد بالك من حاجه، يعني حبك للبشر وسماعك لكلام البشر ده شيء، وحبك لرب البشر وسماعك لكلامه ده شيء تاني خالص. إذا كنت أنت بتسمع كلام بشر لا يملك لك أي نفع ولا أي ضر، يعني الطائرة دي حتى لو وقعت هل الطائر هيملك لك أي شيء ولا حاجة؟ الكل سيكون نفسي إذهاب إلى غيره، فمزاه الكل سيفر حتى ينجو بنفسه سبحان الملك. وبعدين فوق ده كله يا منى أسألك سؤال صغير بالله عليك، لو لا قدر الله وإحنا طالعين دلوقتي في الجو وإحنا على ارتفاع 11,000 متر يعني 33,000 قدم، بالله عليك لو وقعت الطيارة انت عندك استعداد الان تقابل ربنا؟ وانا بقى بقول الكلام ده بقى بقول لكل اخت لسه ما لبستش الحجاب، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله برضو النهارده بعدد كبير من اخواتنا الفضلات، والله كلهم خير، والله كلهم خير، ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني لو مت دلوقتي بالله عليك يسرك انك تلقي الله عز وجل وانت مش لابسه حجاب، وانت عمرك ما فكرت حتى تلبسي حجاب؟ ربنا يحفظك. فقالت لها يا منى لو الطياره وقعت دلوقتي عندك استعداد تقفي بين ايدين ربنا؟ ما هو النبي قال كده يا منى، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه؟ فاتقوا النار ولو بشق تمره. يبقى شق تمره وانت طالع بقى، شق تمره ده يساوي ايه؟ حاجه بسيطه جدا،
لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. سبحان الملك، شق تمره وانت طالعه، شق تمره، رغيف، غدوه، تعزمي على مش عارف ايه، تعزمك على كذا، تصلي